صباح السعادة والخيرات. تعالوا نشرب قهوة سوا، وعايزة اقول لكم على خبر حلو بس في اخر الفيديو. انما السؤال اللي شغلني انه مين قال ان اي حد ممكن يغتصب ويجوز اللي اغتصبها، او ان ده حتى يخفف عنه العقوبة. ده ما يحصلش الا في بلاد الوقوق والمجالس العرفية اللي ما بتعملش حاجة في الحياة غير انها تضيع حق الضحايا وتدوس على الغلابة بس. انما جريمة الاغتصاب في القانون العقوبات المصري هي من الجرائم الكبرى اللي عقوبتها بتوصل للمؤبد وللإعدام. توصل للإعدام امتى؟ في 4 حالات. ايه بقى ال4 حالات دول؟ 1 انه يكون الضحية تحت 18 سنة، طفلة يعني. 2 انه يكون من القرايب، يعني اي حد من القرايب او الاشخاص اللي يؤتمنوا على الضحية، بمعنى بواب العمارة اللي رايحه جايه قدام منه المفروض انه امين عليها، شيخ الجامع، القسيس في الكنيسه، كل اللي بيشتغلوا في المدرسه من اول بواب المدرسه لحد الناظر، كل دول مرورا بالمدرسين والاخصائيين وكذا، كل دول اسمهم او سماهم القانون انه المسؤولين عن رعايه الضحيه، اللي المفروض انهم مؤتمنين عليها، تبقى حاسه بالامان معاهم. الحاله الثالثه اللي بتوصل للاعدام في جريمه الاغتصاب هو استخدام الاكراه، سواء مادي بمعنى السلاح او معنوي. يعني ممكن حد يقول للواحده اذا ما عملتش فيكي كده هموت عيالك، هو ما مسكش سلاح بس ده بنسميه الاكراه المعنوي. الحالة الرابعة اللي بتوصل لاغتصاب في الإعدام هو تعدد الجناه، يعني حلوين كده 2 3 4 15 ياخدوا كلهم إعدام. ال15 لانه عندنا في القانون حاجه اسمها التساوي في المراكز القانونيه، فما فيش حاجه اسمها اصل انا كنت بشوف، اصل انا كنت براقب، اصل انا ما عملتش حاجه. حضرتك متورط مع حد مجرم هتشيل الليله معاه. الكلام ده لازم تبقوا عارفينه كويس، عشان حتى في الجلسات العرفيه اللي لازم تتلغي يبقوا كمان فاهمين، لانه علم الاجرام والدراسات العلميه قالت لنا ان المغتصب هو شخص مدمن هذا الفعل، عمله قبل كده وهيعمله بعد كده. واظن في الحالة الاخيرة بتاعت البنت اللي اغتصبها وكان هيقلع عينيها، قالوا انه في جلسة عرفية اغتصب بنت قبل كده وعملوا الفيلم بتاع الجواز ده. ماشي، طب ما تلمش؟ لا، ما بيتلمش، لان العلم بيقول لنا كده. النوع ده من المجرمين اللي بيعملوا الجريمة دي هو مدمن على الجريمة دي، لأنها بتحقق له حاجتين: المتعة الجنسية والإحساس بالهيمنة والسيطرة والقوة الزائفة. حد تافه فارغ ملوش أي قيمة في الحياة، ما عندوش أي اعتبار، حتى أهله هتلاقيهم ما بيحترموش وبيحتقروه وبيلطشوه في الحياة، لكن في الواقعة أو في الجريمة دي هو بيحس إنه مهيمن على الضحية. وده نوع من الإدمان بيعمله مرة تاني وتالت وعاشر. لا تتسامحوا مع الجرائم دي. اقول لكم بقى الخبر الحلو، في معرض الكتاب انا منزله لكم كتاب عن اهم قضايا اشتغلت فيها. الاهميه هنا مش بحجمها قضيه كبيره ولا صغيره، يعني فيهم اكتر من جنايه بكل تفاصيلها، فيهم جنح، فيهم هم يعني اغلبهم من محكمه الجنايات، لكن الحقيقه اهم قضايا لانها علمت فيا انا شخصيا، لاني اكتشفت فيها حاجات ما كنتش متخيلها وما نسيتهاش، وفيها تويستات اكتر من اكتر فيلم مدهش شفتوه في حياتكم. عشان كده اخترت القضايا دي بعناية، ونازل كتاب ما وراء الاوراق من ملفات القضايا. اشوفكم في معرض الكتاب ونتكلم اكتر فيه. صباح الفل.